حبايبي طلبة تانية ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض الفصل الاول علم نفس. طبعا بما ان المادة جديدة فلازم الاول يكلمك على تاريخ المادة او قصة حياة المادة. الفصل الاول بيتكلم عن حاجة مهمة جدا اسمها نشأة علم النفس وتطوره. يعني الباب في اوله فرحة وجميل قوي، هتيجي بقى تخش في النص هتلاقي اسامي علماء قد كده. يلا بينا اتفضلوا معايا. بص حبيبي اول حاجه هنتكلم عن نشأة علم النفس. في مقدمه كده بتقول لك ايه؟ قبل ما نقول المقدمه، الحاجه بيكون ليها 3 ازمان، يا اما حاجه قديمه، يا اما حاجه حديثه، يا اما حاجه نص نص. يعني ايه؟ انا عندي جاكيت من وانا في اولى اعدادي بلبسه لحد دلوقتي وبيدخل مقاسي. الجاكيت ده من ايام الهكسوس، يبقى ده جاكيت قديم، ده محتاج يترمى. طيب انا لسه شاري جاكيت دلوقتي، فالجاكيت اللي انا لسه جايبه دلوقتي جاكيت جديد. طب انا عندي جاكيت من سنة، الجاكيت اللي من سنة ده ولا هو قديم ولا هو جديد، هو نص نص. فانا عندي 3 حاجات، اما الحاجة قديمة او الحاجة حديثة او حادثة نسبيا. قبلتي نور عين قلب قبلتك. يعني ايه يا ميس حديث نسبيا؟ يعني نص نص يا باشا. طيب انت ليه بتقولي لي القصه دي؟ لان في سؤال غريب بيجي دايما في الامتحان يقول لك ايه؟ بص حبيبي، يقول لك يعد علم النفس من العلوم القديمه والحديثه في آن واحد. يعني علم النفس قديم وجديد مع بعض. ليه يا ميس؟ هو مجنون ولا ملبوس يا حبيبي؟ ولا مجنون ولا ملبوس والله. هو علم النفس ولا هو قديم ولا هو جديد، علم النفس حديث نسبيا، يعني نص نص. فهي ليها صيغتين في الامتحان، يا اما يجي يقول لك علم النفس من العلوم القديمه والحديثه في آن واحد، يعني هو في النص، يا اما يجي يقول لي علم النفس حديث نسبيا، علم النفس حديث نسبيا. طب ليه علم النفس حديث نسبيا؟ ل3 حاجات ثبتهم معايا. يبقى انا لو جيت قلت لك علم النفس قديم، لا. علم النفس معاصر، لا. علم النفس حديث، لا. علم النفس حديث نسبيا عشان 3 حاجات: علم حديث ماضي طويل تاريخ قصير. ايه التناقض ده؟ بص معايا، علم حديث ماضي طويل تاريخ قصير. مش فاهم حاجة. بص حبيبي، دلوقتي انا جيت قلت لك علم النفس حديث نسبيا، قلت لي يعني ايه حديث نسبيا؟ قلت لك يعني نص نص. ليه؟ لان علم النفس بيتصف ب3 حاجات. اولا انه علم حديث له ماضي طويل وتاريخ قصير. علم النفس علم حديث له ماضي طويل وتاريخ قصير. طب منين علم حديث ماضي طويل تاريخ قصير؟ يعني ازاي طويل وقصير مع بعض؟ بص حبيبي، في سنة أولى احنا كنا حافظين قاعدة ذهبية بتقولك إن الفلسفة قديما كانت أم العلوم. أنا عارف الموضوع ده. فعلم النفس ليه ماضي طويل لأنه يا باشا كان فرع من فروع مين؟ الفلسفة. طب هو كان فرع من فروع الفلسفة سنة كام؟ لا، من قبل الميلاد، من القرن السادس للرابع قبل الميلاد. حلو قوي. يبقى علم النفس ليه جذور قديمة لأنه كان فرع من فروع الفلسفة. مش طب ما هو قديم؟ لا، في فرق إن علم يبقى جزء من حاجة وإنه يبقى علم مستقل. زمان الفلسفة كانت الأم المسيطرة على كل حاجة، من ضمن عيالها اللي بجيب سيرتهم على السكة وأنا معدي علم النفس. فعلم النفس قديما كان فرع من فروع الفلسفة. امتى؟ قبل الميلاد. لا ما ترقص، قبل الايه؟ الميلاد. حلو. والكلام ده فضل سنين لحد ما علم النفس اتخنق من الفلسفة وقال لها خلاص بقى امشي ما تقرفنيش، انا عايزة ابقى لوحدي. زي ما كده واحد يبقى مثلا شغال مع تاجر كبير وشغال معاه سنين عمره، زهق منه، عايز يفتح محل لوحده براحته. فانا هنا انا مع الفلسفه ملازمها. قعدت ملازم الفلسفه قد ايه؟ 2000 سنه. احيد صبر ياما قوي.
وبعد كده علم النفس ساب الفلسفة واستقل عنها في الربع الأخير من القرن ال19. اشمعنى القرن ال19؟ هقول لك القصة كمان شوية. يبقى علم النفس كان ليه ماضي قديم أو ماضي طويل، لأن كان ليه جذور فلسفية من قبل الميلاد. استقل عن الفلسفة في القرن ال19 فأصبح علم حديث تاريخه قصير. بس القرن ال19 يعني احنا لو طلعنا شهادات ميلاد للفلسفة وعلم النفس، تعالى كأننا في السجل يا باشا. الفلسفة عمرها يتجاوز 2000 سنة، تمام، وعلم النفس عمره يقارب 200 سنة. بص الفرق. طب ما هو 200 سنة دول قرنين، ده ياما قوي. لا مش ياما باشا، احنا بنتكلم في تاريخ العلم. تعالى كده، انت لو تفتكر الدراسات بتاعتك في اعدادي كنت بتاخد علوم الفلك، علوم التاريخ، الجغرافيا، الحاجات دي كانت قديمة. الفلسفة طبعا كانت من اقدم العلوم. فلو احنا هنقارن فترات زمنية، 200 سنة في تاريخ العلم مش جديد ولا قديم. علم النفس في النص، في علوم يعني حاجة زي الذكاء الاصطناعي، لا دي حاجة معاصرة لسه ظاهرة، قول مثلا من كام سنة، ما كملتش 50 سنة، فتعتبر جديدة. الكمبيوترات والحاسب الآلي والتكنولوجيا دي تعتبر علوم معاصرة. لكن علم النفس تاريخ ميلاده في القرن ال19 وخاصة في الربع الأخير من القرن. ليه؟ هقولك. يبقى أنا ثبت معايا قاعدة: عمر الفلسفة يتجاوز 2000 سنة، عمر علم النفس يتجاوز 200 سنة، فيعتبر علم النفس بيبي بالنسبة للفلسفة. طب علم النفس جديد؟ لا يا صاحبي، علم النفس حديث نسبيا. ليه؟ عشان 3 حاجات: علم حديث، ماضي طويل، تاريخ قصير. علم حديث وتاريخ قصير لأنه انفصل وظهر بمظهره الأخير في أواخر القرن ال19. لماضي طويل عشان كان فرع من فروع الفلسفة. يلا بينا نعيد الكلام ده تاني بصيغة الكتاب اهو. بص معايا: علم النفس من العلوم الحديثة نسبيا، فلم يظهر بمظهره الأخير إلا في الربع الأخير من القرن ال19. طب ليه علم النفس لماضي طويل؟ قلت لك من شوية عشان علم النفس كان فرع من فروع الفلسفة. طيب تعالى كده بقى نرجع بالذاكرة لحتة في أولى ثانوي، كنا بنقول مراحل تطور الفلسفة: شرق قديم، غرب قديم. الفلسفة ايه اليوم؟ ما عنديش فلسفة. الفلسفة ليها مرحلتين: شرق قديم، غرب قديم. بص يا باشا اهو، الفلسفة علم النفس ليه ماضي طويل لأنه كان فرع من فروع الفلسفة. طب هو تبعها. الفلسفة سافرت الشرق، علم النفس بيسافر معاها. الفلسفة راحت اليونان، علم النفس راح معاها، لأن علم النفس ما كانش ليه شخصية، كان تابع ملوش لازمة. هنحطه يمين يلا يمين، هنحطه شمال يلا شمال. بص حبيبي، تمتد جذور علم النفس إلى بلاد الشرق القديم. مين الشرق القديم؟ الفرس، الهند، الصين، مصر، بلاد بابل. مش دي البلاد اللي كان فيها الفلسفة؟ ودي البلاد اللي كان فيها علم النفس. كأن واحدة اتجوزت واحد بيسافر بره، جوزها لما بيسافر بتسافر معاه. هنتخيل ان الفلسفة دي جوزها، سافرت هتسافر معاه. طب الفلسفة راحت بلاد الشرق، علم النفس كان ملازم ليها. طب مين اللي أسست الفلسفة على المظبوط؟ طبعا اليونان. فبلاد الغرب القديم اللي هي بلاد اليونان أو الإغريق على إيه؟ 3 من هم طبعا أعلام الفلسفة مثلث الرعب: سقراط، أفلاطون، وأرسطو. سقراط، أفلاطون، وأرسطو. يبقى أنا عندي بلاد الغرب القديم ظهرت فيها الفلسفة بشكل صريح. ولما الفلسفة اتطورت، مين اللي اتطور معاها بالتبعية؟ طبعا علم النفس. طيب ده كده بالنسبة لنشأة علم النفس. عندنا بعد كده حتة بتقولك ايه؟ مراحل تطور علم النفس. علم النفس اتطور في 3 مراحل. طبعا وانا مغمض، اول مرحلة علم النفس كان فرع من فروع الفلسفة، هيبقى اسمها ايه؟ فلسفية يونانية. اهو اول مرحلة المرحلة الفلسفية اليونانية القديمة الإغريقية. هو ممكن يجيب لي ال4 أسامي؟ ممكن عادي، مفيش مشكلة، ممكن أبدل ما بينهم. طيب كل مرحلة ليها علامات مميزة. أول مرحلة اهتمت بماهية النفس. يعني إيه كلمة ماهية؟ مرتب؟ لا يا معلم، كلمة ماهية يعني صفات
النفس، يعني بالبلدي تحليل الشخصية. هل احنا شخصياتنا زي بعض؟ لا، في ناس شخصية نرجسية، في ناس شخصية معقدة، في ناس شخصية حربية، في ناس شخصية مش سالكة، في ناس شخصية عبيطة. كل واحد فينا، في ناس شخصية قلودة ودول يا ما شاء الله عليهم، يعني مش عايزة اقول اساميهم برضو. فكل واحد فينا بيبقى ليه شخصية غير التاني. مين اللي ابتدى يحلل شخصياتنا؟ علم النفس. فين؟ في بلاد اليونان. طيب يبقى هنا الفلاسفة لما كانوا بيدرسوا علم النفس كانوا بيتكلموا عن سمات الشخصية اللي هي ماهية النفس. علم النفس كان ليه اسمين، سمي بعلم النفس او علم الروح. ميس هي الروح دي اللي هي العفريت؟ يعني لو جدي مات مقتول في الحمام فالدم بتاعه يطلع لي في فكك يا عم من الهبل ده، مفيش الكلام ده. انت ساعات كده بتيجي لما تتجن في البيت تقعد تقول لهم هولع في روحي، احلف لكم على نفسي. فكلمه روحي هي نفسي، زي ما انت تيجي تحب الكتكوته بتاعتك تقول لها انت روحي، انت قلبي، انت نفسي. ولا اهبل انت، ركز في دراستك. فعلم النفس كان ليه اسمين، ايه هما هبلاء؟ علم النفس وعلم الروح. طيب يبقى احنا عرفنا اول حاجة علم النفس حلل الشخصية، تمام. تاني حاجة علم النفس اتسمى باسمين، علم النفس وعلم الروح. رقم 3 بقى دي حتة مهمة موت، الروح هي مصدر السلوك. يعني ايه السلوك؟ السلوك ده هناخده بالتفصيل في الحصة اللي جاية ان شاء الله. السلوك بالبلدي اللي هو التصرفات، اي حاجة انت بتعملها في يومك اسمها سلوك. طيب يعني ايه الروح هي مصدر السلوك؟ انا جايه معايا النهارده ان انا ما انزلش الدرس، خلاص انا قعدت في البيت، صحيت من النوم لقيت نفسك يومك نشيط وعايز تواجه العالم الشرير، قررت تلبس وتنزل تروح السنتر، يا هتتبلى. يبقى انا بعمل الحاجه اللي انا عاوزها. انا دخلت ادبي عشان انا بحب الادبي، انا دخلت ادبي عشان ما بحبش الرياضه، انا دخلت ادبي عشان بحب التاريخ، انا دخلت ادبي عشان عايزه ادخل كليه اقتصاد. كل واحد فينا بيختار حاجة لسبب في نفسه. فالروح هي اللي بتوجهني، اللي أنا بحبه هختاره، هتجوز الشخص اللي بحبه، هشتغل في المجال اللي أنا ناجح فيه، هختار المدرس اللي برتاح معاه. فدي حاجة اسمها الروح هي مصدر السلوك. وبها فسروا بواعث. ميس يعني ايه كلمة بواعث؟ بواعث يعني أسباب، كل واحد فيكم دخل الأدب لسبب، ودي حاجة اسمها بواعث السلوك. من أحلام وتفكير. هرتبهم لك ترتيب كده يسهل لك الدنيا شويه. بص حبيبي، في 3 حاجات بيأثروا علينا بالتبعيه او بالترتيب ده. ايه هم ميس؟ اولا تفكيري بيأثر على احلامي، واللي بشوفه في احلامي بيأثر على السلوك. ميس انا بس بصي انا مش مركز معاكي، انا لقيت كلمه الاحلام. يعني انتوا في علم النفس بتفسروا الاحلام؟ يعني انا لو جيت حكيت لك حلم هتفسرهولي؟ لا، لان انا مش الشيخ خديجه المغربيه. امال بنفسر الحلم ايه؟ جو ان انت حلمت ان انت انتقمت من الاكس وان انت جبتي حقك من كل اللي اتنمروا عليكي، دي هواجس مرضيه فكك منها. الاحلام اللي احنا بنفسرها حاجه مهمه قوي. مثلا واحد يا عيني بيعاني في العالم الشرير ده، قرر انه يروح لدكتور نفسي. اقسم بالله كلنا محتاجين دكاتره. هتلاقي الدكتور ده مثلا بيسألك عن تاريخ حياتك، علاقتك بأهلك، بتحب مين أكتر، طب في حلم معين بيتكرر فتقول له دكتور أنا بحلم كل يوم إن أنا بقتل أبويا وأمي. طب ليه؟ طب قولي كده علاقتك بيهم. أنا أصلا ما بقعدش في البيت. طب ليه؟ عشان هم مش بيحبوني. مش بيحبوك ليه؟ أنا بحب الورك وبيأكلوني الصدر غصب عني. طب ده سبب ان انت تكره؟ لا، وانا صغير كانوا بيطفوا السجاير في قفاي. طب هل ده سبب؟ كانوا دايما بيقعدوا يقولوا لي يا فاشل وكانوا بيتنمروا عليا. تمام. وكانوا بيفرقوا بيني وبين اخواتي. تمام. ولما كنت ادخل استحمى كانوا يطفوا عليا نور الحمام. حلو قوي، حقك تكرههم. تمام. فالدكتور يبتدي يعرف ان مين اللي عامل لهم العقده النفسيه، ابوه وامه. عشان كده بنقول يا جماعه ما تخلفوش الا لما تبقوا عايزين تربوا بقى، ما تقرفوناش بتجيبوا للعيال عقد. المهم، فاللي انا بحلم بيه بيبقى نتاج تفكيري. طب فكك من الراجل اللي متعقد من ابوه وامه دول وخلينا في حاجه واقعيه اكتر. دلوقتي مثلا انت عندك مشكله ما منكده عليك يومك وحرقلك دمك، فانت قررت اهو طول اليوم عمال تصارع وتليفونات وخناق وعياط وزعيق وتكسير، يومك كله دماغي شغاله في المشكله. يبقى انا بفكر في المشكله، فقررت تنام. قلت انا هنام عشان انسى المشكله. هتلاقي المشكله تقولك هتلاقيها بترقص لك في الحلم. ليه؟ لان يا باشا احلامنا
ومعظمها مش كلها الأحلام نتاج التفكير. يعني انت لو كنت بتحبي واحد وطلع بيضحك عليكي هتلاقي نفسك بتحلمي ان هو بيقولك اديني رجعت لك، اديني بين ايديكي، والله ولا هيرجع لك ولا هيطفي في وشك. امال انت ليه بتحلمي بكده؟ عشان انت حبيبتي نفسك ده يحصل ومش هيحصل. انت اترفدت من شغلانه، حلمت ان انت بتقتل المدير عشان انت نفسك تعمل كده، مش هتعمل كده عشان مش هتودي نفسك في ده عشان المدير ما يسواش. فاللي انا عايزه اوصله لك ان اي حاجه احنا بنفكر فيها بيبتدي عقلنا الباطن يصورها لنا في الحلم. حلو، يبقى انا بفكر في شغلي، والله بنام بحلم ان انا بصفي عيال وبولع في السنتر، خلاص اهو انا بفكر في الشغل، نمت حلمت في الشغل، مش سايباني، صحيت مودي زي الزفت طبعا، يعني انا عايزه احلم بحياتي بقى. فالحلم ده بيأثر على سلوكي. فانا عندي 3 حاجات. انا يا عيني اهو الراجل يا عيني الغلبان ده، والله الرسمه دي جت في وقتها، الراجل الغلبان البائس ده الحشو اللي في دماغه ده تفكير. بص بقى والله العظيم هعمل لك حاجه لولبيه. خلاص قلنا ان الحشو اللي في دماغ الراجل ده ايه؟ تفكير. مغمض عينه بيحلم. ياه، شايفينه مبتسم ازاي ومنشكح؟ اهو سلوك. والله العظيم 3 انا مبدعه، انا مفيش زيي في البلد ديت. فعلم النفس هنا قالك ان في 3 حاجات بيسيطروا عليك: افكارك، احلامك، سلوكك. فانت يا عيني محاط في دايره، تهرب من النوم تصحى تواجه عالم شرير، تقعد حزين تفكر، تروح تنام تحلم، تصحى تفكر طول اليوم لحد بقى ما نموتوا. دي المرحله الاولى. كل ده في المرحله الاولى. نط بقى على المرحله الثانيه. تاني مرحله عندك بتقول لك ايه؟ بتقول لك يا روح قلبي اسمها مرحله فسيولوجيه. ايه فسيولوجي ده؟ ركز وبطل شغل الفلاحين ده، اسمها فسيولوجيه. ومش بنتنمر يا جماعه، احنا بنقول اي كلام هزار يعني. يعني ايه مرحله فسيولوجيه يا معلم؟ علم الفسيولوجي هو علم وظائف الاعضاء. ماله بقى العلم ده؟ بيقول ايه؟ بيقول لك كل عضو في جسمك ايه الوظيفه اللي بيقوم بيها. انا عارف ان عيني بسبل بيها، ووداني بتصنب بيها، ولساني بشتم بيه وبتنمر على الناس بيه، ان شاء الله تخش جهنم تتحرق. طب قلبك؟ قررت في مره اسال الطلبه في السنتر وانتم مش غرب بتوع الاونلاين، قلت لهم يا جماعه ما هي وظيفه القلب؟ سمعت اجابات اقسم بالله توقف عضله اي قلب في الدنيا. لقيت بنات ممحونه تقول لي ايه؟ بيحب. طيب. لقيت واد ممحون تاني يقول لي ايه؟ بيتخزوق. سوري يا جماعه انا اسفه. طيب. لقيت واحده تانية كده معلقه محلول في ايديها، غالبا كان لسه سايبها. ماله قلبك؟ بيتكسر. ايه؟ القلب ولا بيحب ولا بيتخزوق ولا بيخزوق باشا، القلب بيضخ الدم في الجسم عشان نعيشه بشهاده كل العلماء والاطباء. جو بقى ان انت تنزل صوره بطيخه متكسره وتقول مجدي يعقوب قال ان القلب بيتكسر، رايح واقف في اي حته على جنب وفكك مننا. بص يا حبيبي من الاخر كل عضو في جسمنا ليه وظيفه. طيب ميس انا حاسس ان انا سامع احياء، يعني انا هربان من الاحياء وقلت كفايه مستر احمد قطب، طبعا مع احترامي ده استاذي واخويا، تمام، وقلت بقى ايه؟ يلا بينا بقى افرح وادخل ادبي بقى واروق على نفسي. تطلعي لي بالاحياء تاني؟ ليه؟ لان علم النفس فيه علاقه وثيقه بتربطه بعلم الاحياء. فانت ما بعدتش عن الاحياء لان هي جات لك وراه. ليه برضه؟ انا مش فاهم. بص يا حبيبي، علم الفسيولوجي ده هو علم وظائف الاعضاء، وبيقول لي كل عضو في جسمي بيعمل ايه. ماشي، ايه علاقته بعلم النفس؟ علم الفسيولوجي ده فرع من فروع علم البيولوجي، وعلم البيولوجي ده اللي هو علم الاحياء. طب ايه علاقته بعلم النفس؟ اصبر يلا. بص يا حبيبي، في حاجتين الإنسان عايش في دائرة مغلقة بينهما: الحالة النفسية والحالة الجسمية. يعني ايه؟ دايما في بوستات كده عجيبة بينشرها العيال المراهقين والاندر ايج، اللي هو يقول لك ايه؟ اي موقف سلبي عدى عليك هتلاقي جسمك بيطفحهولك. ايوه دي حقيقة. ليه؟ انا دلوقتي الناس اللي بتحس وعندها دم واحساس، رايح امتحان ثالثه ثانوي اول يوم عندي امتحان عربي، طبيعي لو انا بحس مش متبلد هخاف، فانا رايح الامتحان مرعوب. فالحاله النفسيه انا خايف. ايه اللي هيحصل؟ في ناس هتلاقي معدتها بتوجعها، في ناس تانية هتلاقي اسنانها بتوجعها،
صداع، ضغط عالي، ضغط واطي، سناني وجعاني، مش قادرة اقف على رجلي، برتعش، قولوني جاله انتفاخ. دي الناس اللي بتحس. لان الحالة النفسية بتأثر على الحالة الجسمية. لا لسه مش مقتنع؟ طب يا صاحبي دخلت في عركة، مسكت واد موتته من الضرب، ايه اللي انت غضبان، فالغضب ده حاله نفسيه. بعد ما هتطلع من العركه سواء اتضربت او اتضربت مش فارقه، انت كده كده بتاخد على قفاك عادي. بعد ما اتضربت لقيت نفسك جسمك عرقان، قلبك عمال يدق، عمال تتنفس شبه الكلب الجربان، مش قادر. ليه؟ لان الحاله النفسيه برضو اثرت على الحاله الجسميه. ايه تاني؟ بيقول لك كمان ان ساعات الحالة الجسمية بتأثر على الحالة النفسية. ازاي؟ واحد اكتشف ان هو عنده مرض وراثي خطير، راح للدكتور قال له انت مالكش علاج، وعيش الكام يوم اللي باقيين لك وروح افتح لك تربة عشان انت ايه، هتتكل على الله. فالمرض ده مرض جسمي. تمام. ايه المرض الجسمي ده؟ واحد عرف ان هو ايامه هيموت، هيروح يعمل حفله ويجيب جاتوه يوزعه على الناس ويزغرط، ده هيبقى منهار ويقعد يعيط بقى وتنسيك كاني ما جيت. فالحاله الجسميه بتاثر على الحاله النفسيه. في علم ظهر من فتره كده اسمه علم الطب الشعوري. علم الطب الشعوري ده بيرفض فكره الامراض الجسميه، بيقول لك ان حتى لو طلع لك حبايه في وشك، فسفوسه في وشك، هي سببها حاله نفسيه. ويكاد يكون الكلام منطقي، لان امراض الضغط والسكر والقلب والقولون والسرطان، كل الامراض دي اصلا، يعني مثلا اغلب امراض السرطانات ربنا يحفظ الجميع، المناعه بتقع. ليه؟ هو مثلا نفسيا، فتلاقي المناعه وقعت، الشخص ده بقى عرضة لأي مرض. يبقى طول ما أنا محافظ على نفسيتي وعامل عليها غلاف كده إن محدش يضايقني، حاول محدش يعصبني، محدش يوترني، حتى لو حد وترني أنا هدفي أنا مش أبقى أناني. حبيبي خليك أناني عشان محدش هينفعك. يبقى أنا نفسيتي بتأثر على جسمي. ليه دايما تلاقي اغلب البنات في الثانويه العامه هالات سوء؟ اقسم بالله انا مخلصه ثانويه عامه من سنين لحد دلوقتي بعالج شعري بيقع بسببها. حاجه صعبه يعني، لان الحاله النفسيه بتأثر على الحالة الجسمية، والحالة الجسمية بتأثر على الحالة النفسية. نقول تاني زي الجلطات، السكر، القلب، الضغط، القولون، كل دي أمراض أسبابها الأساسية أسباب نفسية وليس جسم. بس في ناس بقى عندها سكر وراثي. حلو، واحد عنده سكر وراثي هتلاقي الدكتور يقول له ايه، ظبط أكلك، خد الأنسولين، حافظ على نفسيتك، لأنك لو اتضايقت هيجيلك غيبوبة سكر، لو اتضايقت السكر ممكن يعلى تقع تموت. يبقى النفسية بتأثر على الجسم، وده كلام علمي بحت. فعشان كده ظهر واحد اسمه ويل هيلان فونت قال لك باشا، علم النفس ما ينفعش يكون فرع من فروع الفلسفة. امال يا معلم، علم النفس لازم يكون فرع من فروع علم الفسيولوجي، وده الصح. فعلم النفس ساب الفلسفة وارتبط وبدأ عهده مع علم جديد، واللي هو الصح، اللي هو علم البيولوجي او علم الفسيولوجي او علم الاحياء. اهو بدأ علم النفس يستقل عن الفلسفة، اهو سابها خلاص، مش عايزك، انت زهقتيني، لازم نتطلق. معش سنجل، ارتبط بعلم الفسيولوجيا، وعلم الفسيولوجيا هو علم وظائف الاعضاء. حلو قوي. يبقى علم النفس ساب الفلسفة وارتبط بعلم جديد باستخدام المنهج العلمي اهو ليستفيد من المنهج التجريبي. عشان كده المرحلة دي اسمها فسيولوجية او بيولوجية او عضوية او حيوية او تجريبية. بص انا بديك كل المفاتيح عشان لو جبت كحكة اقسم بالله هموتك. او مرحلة علمية. تمام، كل دي حاجات بترتبط بالمرحلة الفسيولوجية. ابتدى علم النفس يسيب علم الفلسفة، او يسيب الفلسفة مش علم الفلسفة، وارتبط بعلم جديد هو علم الفسيولوجي على ايد ويل هيلان فونت. وهنا بقى يلا بينا بقى نفتح قصة جديدة. يبقى علم النفس ابتدى ينفصل عن الفلسفة وارتبط بعلم جديد وهو علم الفسيولوجي اللي هو علم وظائف الأعضاء. طيب مين اللي فك أسر علم النفس عن الفلسفة وربطها بعلم الفسيولوجي؟ ويل هيلان فونت. طبعا الراجل ده مشينا وراه بطبلة، أقسم بالله الكلام ده موجود عندك في المنهج وأنا كنت باخده وأنا في ثالثة ثانوي. كلام ما بيخلص، العلم ده لا يتجزأ يا باشا. طيب
فونت هنعلمه ب3 حاجات. طبعا من سنه اولى الناس اللي كانت معايا احنا متفقين ان احنا بيبقى عندنا لغه مشتركه لا يفهمها غيرنا. فانت عندك فونت، اول ما اقول لك فونت هيجي قدام عينيك 3 حاجات. ايه هما؟ معمل مجله 3 محاور. معمل مجله 3 محاور، يلا بينا. معمل مجله 3 محاور. طيب ايه بقى معمل مجله 3 محاور؟ هو عمل الحاجات دي، نركز مع بعضينا. اول حاجه انشأ اول معمل تجريبي في علم النفس ليها 3 نطق: ليمبرج، لايبزيج، ليبزيج. براحتك انطقها انت حر، احنا كده كده مش مفسرين لغه فصباح الفل يعني ما تحبكهاش. انشأ اول معمل تجريبي في علم النفس في المانيا. بص بقى، هوب 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 هوب، سنه 1879. ميس اشمعنى سنة 1879؟ والله يا حبيبي انا ما كنتش خطيبته، ما اعرفش اشمعنى السنة دي، بس انا عايزه اقول لك حاجة صغنونة. ارجع كده لما كنا بنحسب القرون في التاريخ ومستر احمد الباشا يقول لك انت عندك سنة 1879 هناخد اخر رقمين ونزود عليهم 1 فاصبح القرن الكام؟ ال19. يعني انت من شويه قلتي لي ان علم النفس ساب الفلسفه في اواخر القرن ال19، وقلت لي هقول لك القصه، والقصه بسبب الراجل ابو دقن ده. لان الراجل ده ربط علم النفس بالفسيولوجي في اواخر القرن ال19 سنه 1879. ميس المعمل ده كان بيعمل فيه، انا عارف ان المعمل ده بيحلل عينات، يعني انتوا كنتوا بتجيبوا دماغ الناس تقطعوها وتحللوها؟ لا يا عبيط مش كده. هناخد الترم التاني حاجة تحفة فظيعة جدا هتخليك تشد في شعرك، اسمها نظرية التعلم. ايه نظرية التعلم دي؟ كنا بنطبق على الحيوانات. ازاي؟ بص يا بابا، علم النفس هو علم دراسة السلوك الإنساني والحيواني. هو ايه علاقة الحيوان بعلم النفس؟ في حاجة أصلا اسمها عندنا علم نفس الحيوان. ايه علم نفس الحيوان ده؟ انتوا جايبيننا تهزقونا يا حبيبي، ما هو الحيوان بيحس زيك، الحيوان بيحب وبيكره. فاحنا ساعات ممكن ندرس حيوان، والله العظيم في حيوانات بتحس احسن من البني ادمين، انا بخاف منهم بس اوكي يعني. فاحنا لما بنجرب على حيوان بنطبق النظريه على الانسان، زي بالظبط لما بنعمل علاج. اي علاج جديد بنجربه على ضفدعه، على فار ابيض، على كلب ميت، على فار مش عارف ايه، على ارنب. ولو الارنب ما ماتش بندوه للبني ادم، مات خلاص بقى قدره، ما دماغك. فالراجل ده قال لك احنا لازم يكون في منهج علمي. طبعا الفلسفه بتقوم على التامل العقلي والسرحان في النجوم، وقاعد ببص في السقف، وقاعد بعد الساعه 12. يعني الفيلسوف ده بيبقى عامل تلاقيه قاعد في كهف كده ولا قاعد فوق شجره، جات له فكره يلا نظريه. ايه يا عم انت اتحققت علميا؟ لا احنا لا علم. لكن علم النفس ما فيش الفخفخينه دي، انا لازم اتاكد من المعلومه. طب انا هتاكد فين؟ اتخيل معايا ان احنا عايزين نديلك درس، ينفع ادولك في الشارع؟ لا انا هديلك في السنتر. فالسنتر ده المعمل، المكان اللي بيلمنا عشان نلوك فيه مع بعضينا. نفس الفكره. فبيقول لك ان علم النفس انشا اول معمل تجريبي في علم النفس في جامعه لايبزيج في المانيا سنة 1879. ميس فونت كان بيعمل ايه في المعمل ده؟ ممكن تشرحي لي؟ اجرى تجارب نفسي فسيولوجية. ايه تجارب نفسي فسيولوجية دي؟ تجارب نفسية فسيولوجية؟ لا ما فهمتش. مش احنا ولا قلنا ان في علاقة بين علم النفس وعلم الفسيولوجي؟ يا ميس. طب ايه تجارب نفسي فسيولوجية؟ انا مثلا هقول لك اثر التوتر على الجهاز الهضمي. تعالى كده بقى اثبت لك عشان انت واد مغفل. بص حبيبي، بص اختي، تجارب نفس فسيولوجيه. انا لما بتوتر قولوني بيتنفخ، فالتوتر ده شعور نفسي اهو. التوتر جانب نفسي، حاضر. قولوني وجعني، ده الجانب الفسيولوجي. ما احنا قلنا فسيولوجي يعني جسمي. كلمه فسيولوجي دي كلمه ما ينفعش تتخطاها، الكلمه دي ثابته معاك. يبقى في علاقه بين الجانب النفسي والفسيولوجي. فالراجل ده ابتدى يجري لي تجارب نفس فسيولوجيه. الاقيك ماشي في الشارع ومجاه مجريه وراك كلب مسيباه عليك، اشوفك هتعمل ايه؟ هتعملها على نفسك اكيد يعني لو بتخاف. فدي حاجه اسمها تجارب نفس
فسيولوجيه. عارفين الناس اللي بتمارس، الناس التوكسيك اللي بتقعد تمارس على مثلا شريك الحياه، اللي هي الحروب النفسيه، انا ما اعرفش هي بيتعمل فيها ايه بس بسمع الموضوع يعني، واقعد اضغط على اللي قدام، اضغط على اللي قدام، اضغط على بالذات الرجاله بقى يضغطوا على البنت، يقعدوا يضغطوا 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 لحد ما البنت تشل منهم، لان الشلل ده اهو جسمي ظهر بسبب ايه؟ الضغط النفسي. يخرب بيوك، حسبي الله ونعم الوكيل. فدي تجارب نفس ايه؟ فسيولوجيه. ايه تاني؟ وكان الهدف دراسة عمليات التفكير. كنت بشوفك بتفكر في ايه وبتحس ايه، اللي هو الشعور والوعي. ميس يعني ايه الوعي؟ يعني انت قاعد دلوقتي سامعني وشايفني، ايه ده؟ امال في حاجة اسمها اللاوعي. لما بيغمى عليك لا وعي، لما بتاخد بنج لا وعي، لما بتنام ننة لا وعي. طب ايه تاني؟ وما يتبع من عمليات معرفية مثل الإدراك والتفكير. هستأذنك الحتة دي سيبها لي شوية كده، هقولها لك بالتفصيل في المدرسة المعرفية. المهم عشان ما انتهش، أول حاجة فونت عملها معمل. رقم 2 المجلة. أهو أنا قلت لك معمل، 2 يا صاحبي مجلة. دلوقتي هنتخيل ان السنتر ده المعمل. طب هو انا هدي لك الدرس شفوي لازم اديك مذكره؟ ده انا عاملاك مذكره نينجا اقسم بالله. فالمذكره الجامده النينجا دي مجله. طيب اسس مجله الدراسات الفلسفيه سنه 1881. ليه دراسات فلسفيه؟ هي مش المرحله اسمها فسيولوجيه؟ ميس هو ليه فونت ما سماش المجلة دراسات فسيولوجية؟ هو مش سؤال امتحان بس خلي عندك إحساس. دلوقتي علم النفس كان تبع الفلسفة 2000 سنة. هل واحد شبه فونت ده ايا كان قيمته العلميه لما ياخد علم النفس من الفلسفه، الفلاسفه هيزغرطوا له؟ طبعا الفلاسفه فتحوا صوتهم قد كده، يا عم علم النفس ده يخصنا، علم النفس ده بتاعنا. قال لهم يا جماعه انتوا زعلانين ليه؟ خلاص انا هعمل مجله اسمها الدراسات الفلسفيه وهحط فيها تجارب فسيولوجيه. قالوا له خلاص اذا كان كده خد علم النفس. طبعا كلاون جدا. المهم ان هم عملوا مجله الدراسات الفلسفيه سنه 1881. مس هو انا هقعد احفظ تواريخ؟ هتحفظ تواريخ؟ انت عندك تاريخين يا اخويا، 1879 1881، ولو انت بتحسب وتفكر بعدها بسنتين زود 2 وفكك. طيب يبقى هو عمل معمل وعمل مجله. طبعا المجله دي كان بينشر فيها الابحاث لان بقى مشهور بقى والناس بقت تجيله من كل دول العالم. حلو قوي. الراجل ده تركزت بحوثه على 3 محاور. ميس يعني ايه محاور؟ اسس. انا جيت قلت لك قبل ما هتفتح الحصه هتلاقي امتحان، ولازم تحل الامتحان قبل ما تدخل الحصه. تمام، يبقى انا حصتي لازم اسلم واجب، لازم امتحن، بعد كده افتح الحصه. يبقى احنا بنعمل كام حاجه؟ 3. ايه هما؟ امتحان، واجب، حصه. دول كده 3 محاور. طب هل فونت يعني عره؟ لا، ما هو لازم هو كمان يحط اساس. كل واحد في الدنيا بيحط شروط في الحياه. الراجل ده قال لك عشان ننجح مع بعضينا يا معلم لازم يكون في بينا 3 ديل. ايه هما؟ تركزت بحوثه على 3 محاور. ايه هما ال3 محاور؟ الادراك الحسي، الطبيعة النفسية، زمن الرجع. ادراك حسي، طبيعة نفسية، زمن الرجع. طبعا الادراك الحسي هو مش شرحه لك بس انا هفهمه لك بامثلة خفيفة عشان ايه دماغك ما تونش منك. يعني ايه ادراك حسي؟ هناخد الترم الثاني حاجه اسمها العمليات المعرفيه. من ضمن العمليات دي حاجه اسمها الاحساس والادراك. فكك كانك ما سمعتش حاجه. لو انت راكب توك توك ولقيت سواق التوك توك مشغل حمو بيكا وبعدها قام جاي مشغل اغنيه وماله لو ليله تهنا بتاعت عمرو دياب، انا عارف صوت عمرو دياب وعارف صوت حمو بيكا، يعني اكيد مفيش مقارنه، اكيد طبعا. طيب هل انا شفت الاثنين؟ لا، بس انا بعرف اميز بين الاصوات. لو شميت ريحه فسيخ غير لما اشم ريحه بانيه، غير لما اشم ريحه محشي كرنب بقى مفحفح في العماره. كل حاجه ليها ريحتها. انا ممكن اغمي عينيك زي الالعاب اللي بنعملها واكلك شطه تقول يح، وممكن اكلك حاجه حادقه، ممكن اكلك حاجه مسكره. اللي انا عايزه اوصله لك ان احنا بنقدر نميز بين الاصوات، بين الالوان، بين الروايح. انا عارف شكل ماما وعارف شكل بابا وعارف شكل تيتا وعارف شكل خالتي وعارف شكل الاكس وعارف شكل الكراش، انا عارف شكل الناس اللي حواليا. بقدر اميز بين الالوان والاصوات والاطعمه والروائح عن طريق حاجه اسمها الادراك الحسي. هو الموضوع فيه حاجه من العلميه شويه بس انا حابه ابسطها لك، مش كل حاجه هديها لك كده في وشك. طيب يبقى انا لما بميز بين الحاجات اللي حواليا ده اسمه ادراك حسي. ميس طب هو شارح لي الطبيعه النفسيه وزمن الرجع يعني ايه؟ بيقول لك ان الطبيعه النفسيه هي دراسه العلاقه بين المثير والاستجابه. يعني ايه مثير ويعني ايه استجابه؟ كان عندك قاعده ذهبيه في الفيزياء بتقول لك لكل فعل
رد فعل. حتى انت ساعات كده لما تيجي تتخانق مع حد تقول له ايه؟ انا شتمتك صح عشان انا رد فعل لقله ادبك. يعني ايه؟ اي حاجه في الدنيا بتحصل ليها سبب. الفعل ورد الفعل ده في الفيزياء. انت دلوقتي ما بتدرسش فيزياء، انت بتاع علم نفس، فانت مش هتقولي لكل فعل رد فعل، هتقولي ايه؟ تبقى واد بقى ايه؟ مهندم كده. لكل مثيره ميس استجابه قابله. يبقى لكل مثير استجابه. طب يعني ايه المثيره قابلتي ويعني ايه الاستجابه؟ تليفوني رن، مثير. الو، استجابه. الباب خبط، مثير. فتحت، استجابه. بطني وجعاني، مثير. رحت للدكتور، استجابه. حد شتمني، مثير. قمت ضربته، استجابه. عملت لك شامل، مثير. سقطت فيه، استجابه. هصفي لك، استجابه برضه. يبقى كل حاجه في الدنيا ليها سبب، لان الكل مثير استجابه. حلو قوي. طب يعني ايه العلاقه بين المثير والاستجابة؟ هو انت ايه اللي جبرك ان انت تشوف وشي دلوقتي؟ عشان انت طالب ادبي وانا ميس ادبي، فاحنا الاتنين سجايرنا واحدة، فدي حاجة اسمها العلاقة بين المثير والاستجابة. حلو. الباب خبط، هرد على التليفون الو الو؟ انت عبيط، الباب خبط، روح افتح الباب. يبقى لازم يكون في علاقة بين المثير والاستجابة. تاني حاجة زمن الرجع، هو الفاصل الزمني الفاصل بين المثير والاستجابة. يعني ايه الفاصل الزمني بين المثير والاستجابة؟ عيد ميلادك النهارده، اجي كمان 6 شهور اجيب لك تورته واقول لك كل سنه وانت طيب. ميس استني كمان 6 شهور يكون السنه الجديده، انت بتهرتلي يا ميس، فكك. لازم الحاجه تيجي في وقتها. يعني ما ينفعش ابقى انا عامله لكم امتحان شامل واجي انام ويغمى عليا وافوق اجي بعد شهر يلا حبايبي نتكرم، خدها ميس الشهاده مش عايزه، انا ما بشحتش منك، انت فاكره تكرميني؟ ده انا نسيت اصلا ان انا باخد عندك درس. لازم الحاجه تيجي في وقتها. الاذان اذن يا حبيبي قوم صلي، ما تقرفناش، مش هيبقى ولا دنيا ولا اخره. في حصه تعالى ما تقرفوناش، بتجولنا بعد الحصه بساعه وما بنرضاش نكروشكم. يبقى لازم يكون في علاقه بين المثير والاستجابه. العيال اللي مراكمه المنهج اكواد 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 هتجيب كحكه يخرب بيتك. يبقى لازم يكون في فاصل زمني قليل بين المثير والاستجابه، ودي حاجه هناخدها بالتفصيل الترم التاني برضو. يبقى عشان ما نتوهش، فونت عمل 3 حاجات: معمل، مجله، 3 محاور. ال3 محاور ايه هما؟ طبيعه نفسيه، ادراك حسي، زمن الرجع. مثلا انا حمضت في المرحله دي، كفايه خلاص مش عايزينها، مرحله وحشه وقللت الادب. نخش على المرحله الثالثه. يا لهوي، هو لسه في مرحله ثالثه؟ طبعا. هنا بقى المرحله دي علم النفس ايه؟ حس على دمه بقى، تعب، حس انه هلهوله. مرحله الاستقلال. طيب تعالى كده نعمل تاريخ زمني لعلم النفس. المرحله الاولى علم النفس كان فرع من فروع الفلسفة. طيب مشى شوية، علم النفس بقى فرع من فروع الفسيولوجي. طيب احنا وقفنا لحد هنا. فاحنا في الاول علم النفس كان فرع من فروع الفلسفة، ساب الفلسفة وهوب نط على مين؟ الفسيولوجي. جم بقى مرحلة الاستقلال، قالوا له ولا ايه؟ هو انت ما عندكش شخصية؟ هو انت شويه تابع للفلسفه وشويه تابع لعلم النفس؟ هو انت امتى هتبقى علم عليك القيمه؟ ازاي ما انا كويس؟ لا انت مش كويس. لازم يكون ليك علماء متخصصين. يعني مثلا زمان لو انت دكتور كان لازم تدرس علم نفس، فعلم النفس كان ليه جانب بيولوجي او طبي. طيب دلوقتي في حاجه اسمها كليه تربيه قسم علم نفس، كليه الاداب قسم علم النفس. طيب يبقى علم النفس بقى ليه أقسام في الكلية. حاجة كمان، عندنا حاجة اسمها قسم الطب النفسي في كلية الطب، دول الناس اللي هم الدكاترة أو الأطباء النفسيين. فعلم النفس بقى مستقل. مستقل إزاي؟ أنا دخلت كلية تربية قسم علم نفس، اتخرجت منها، بقيت مدرسة علم نفس، بعمل مذكرة علم نفس، بشرح لك علم نفس. يبقى علم النفس بقى لوحده. انا ممكن اشرح لك حته بيولوجي، اشرح لك حته فلسفه، لكن انا باشا بتاعت علم نفس. نفس الفكره. فهنا بيقول لك ايه؟ اصبح موضوع علم النفس هو السلوك الظاهر. سيب لي الحته دي، بص معايا الاول. عارض بعض العلماء ارتباط علم النفس بعلوم الفسيولوجي والبيولوجي. قال له ولا ايه؟ انت لازم تبقى حر، لازم تبقى طليق. فاصبح علم النفس علما ايه؟ مستقلا، حر، ولا تبع فلسفه ولا تبع بيولوجي. انا علم حر، ليا علمائي،
ليا مدرستي، ليا نظرياتي، ليا كلياتي، ليا كتبي. اي حد عايز يدرسني براحتك، مش عايز تدرسني ولا ما تقرفناش. فاصبح علم مستقل يهتم بدراسة السلوك الظاهر. وركز في الحتة دي، عندنا هناخد الكلام ده الحصة الجاية، حاجة اسمها السلوك. السلوك نوعين يا اخوانا، ايه هما يا قبلتي؟ سلوك داخلي وسلوك خارجي. يعني ايه سلوك داخلي ويعني ايه سلوك خارجي؟ بطني وجعاني سلوك داخلي، مصدع سلوك داخلي، بحب فلان سلوك داخلي، بفكر في كذا سلوك داخلي. المرحلة دي قالت لي انا ماليش دعوة بمشاعرك، ما تولع، انت تقرفنا ليه؟ طريقة كلامك، تعبيرات وشك، ستايلك، شكل شعرك، رياكشناتك، مواقفك. انت قاعد في الحصة باصص لي كده ممكن تبقى سرحان، ماليش دعوة. طب انت قاعد في الحصه بتاكل، ههزقك ليه؟ لان انا مش هعرف انت بتفكر في ايه، لكن انا بشوف اللي انت بتعمله. فدي حاجه اسمها السلوك الخارجي. فالمرحله دي اهملت السلوك الداخلي وركزت على السلوك الخارجي اللي هو السلوك الظاهر، حيث اصبح علم النفس علما مستقلا. ده كده يا اساتذه بالنسبه لمراحل علم النفس. يبقى علم النفس 3 مراحل: فلسفيه، فسيولوجيه، استقلاليه. تمام؟